السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا النهاردة في قناتي على قد الإيد مع أم يوسف أحمد. تعالوا هقول لكم إزاي توفروا في الشهرية. بالنسبة لأول حاجة للمنظفات، يعني هناخدها حاجة حاجة. أول حاجة هنبتدي بالمنظفات وأقول لكم أنا بعمل إيه في الشهرية عشان تكفيني، وبعد كده هنبتدي بالأكل وباقي الحاجات. لو عجبتكم الفكرة اكتبوا لي وإن شاء الله هنكمل. أول حاجة إزاي يعني أنا إزاي بوفر في المنظفات، أو دي طريقتي الطبيعية اللي أنا بعملها. أول حاجة أنا يا جماعة بشتري المسحوق اللي هو يكون مثلا عليه عرض وفي نفس الوقت ما يكونش غالي. يعني في ناس بتحب تدور على الماركات اللي هي غالية، او الماركات اللي هي يعني صيتها مسمع زي ما بيقولوا. لا، انا بدور على حاجة توفر معايا وفي نفس الوقت تقضي الغرض انها بتغسل كويس او بتنظف كويس. يعني في مساحيق غالية جدا لكن بتأدي نفس الغرض بتاع المساحيق الرخيصة اللي هي كويسة، يعني ان هي بتنظف، احنا عايزين حاجة تنظف. ده بالنسبة للاريال او الغسيل، او المسحوق اللي انا بستخدمه في الغسيل. ده كان بطريقتي في التوفير في الغسيل. ده بالنسبة للغسيل الهدوم. اما الغسيل المواعين، اول حاجة بوفر فيها انا بصراحة كنت بشتري بريل، بس بعد ما الدنيا غليت يعني والحمد لله بطلت اشتري بريل. بقيت بقى بجيب اللي هو الصابون الاسود، اللي هو او الاسمر، اللي هو اللي انتوا كلكم عارفينه. في ناس طبعا بتعمله، انا بصراحه ما بعرفش اعمله او ما جربتش اعمله. ده بالنسبه للصابون الاسود. الصابون الاسود يا جماعه موفر وفي نفس الوقت مش مكلف. يعني لو جبتي شهريه قسمتيها وجبتي اريا وجبتي اللي هو او اي مسحوق، يعني بغض النظر عن اسم المسحوق، جبتي مسحوق غسيل كويس وفي نفس الوقت يعني موفر، وبعد كده جبتي اللي هو صابون الغسيل او المواعين، هتلاقيها الدنيا مظبطه معاكي على الاخر. لان الصابون ده مش غالي وفي نفس الوقت موفر. بتقعد الصابونه على الحوض ممكن تقعد معاكي اكتر من اسبوع او 10 ايام. يعني كل واحد عارفين على حسب طريقته في غسيل المواعين، او مش طريقته، يعني كميه غسيل المواعين اللي هو بيغسلها. ده بالنسبه للصابون. وعلى فكره انا ساعات برضو بستخدمه في الغسيل، غسيل الهدوم. ده برضو حلو وبينظف في الشرابات، في الاشاربات اللي هي على الايد، يعني في حاجات كتير. فكده بالمواعين احنا وفرنا وما اشتريناش بريل اللي هو الغالي، لان البريل غالي بتفضلي تفضي فيه فمش بيكفي على الحوض. تعالوا بقى للسلك برضو في المواعين. انا بستخدم السلك الناعم ده في الاطباق او في المواعين. انما في الحلل اللي هي بحسها انها اتحرقت مني، او البلاط او الرخامه او اي حاجه بحس انها عايزه يعني كميه سلك كبيره، عشان ما اضيعش السلك كله. باخد كميه سلك، اقصد السلكه دي لانها مش بتتقطع بسرعه، فبتغسلي بيها كميه كبيره وفي نفس الوقت بتقعد. وبعد كده بعقمها بالخل او بغسلها بميه سخنه واشيلها. انما السلك ده لو غسلتي بيه حاجه عايزه تنظيف كتير، زي سيراميك الحمام او الرخامه او اللي هي بتبقى موسخه، فبتاخدي كميه سلك كبيره. يبقى كده وفرنا في كميه السلك والصابون والبريل. ده بالنسبه للغسيل. اما بالنسبه للتعطير او للتعقيم بمعنى صح، انا كنت بشتري دول، بس بصراحه الدنيا غليت دلوقتي والشهرية زي ما انتوا عارفين مع الاولاد، وانا عندي توأم والكادلس ومش عارف ايه كل ده، فما بتكفيش معايا. فحاولت على قد ما اقدر ان انا اظبط فيها. فهي كده بصراحه ظبطت معايا شويه. اول حاجه انا بجيب الخل، وطبعا كلنا عارفين استخدامات الخل: مطهر ومعقم وفي نفس الوقت موفر وطبيعي. يعني الخل ده الازازه ب 3 جنيه، بتهيألي ممكن تقعد، هي ما اعتقدش هتقعد الشهر كله، بس برضو موفره. لو اشتريت 2 او 3 في الشهر كويسين. للتعقيم بستخدمه في الغسيل وفي غسيل كل حاجه. طبعا كلنا عارفين استخدامات الخل. وبرضو بستخدم الكربونات. برضو الكربونات يا جماعه مش غاليه، تشتري بالربع فمش غاليه، برضو بتعقم وفي نفس الوقت طبيعيه. يبقى كده احنا استخدمنا حاجات موفره وفي نفس الوقت طبيعيه. بقى لتعطير الملابس، انا مش بعطر الملابس بالعكس، بس بستخدم اللي هو المسحوق بس. انما في تعطير البيت انا بستخدم البرتقال والليمون. قشر البرتقال يا جماعه جميل جدا في تعطير البيت. قشري البرتقال ولمي القشر وحطيه في ناس تاني بتعمله بكذا طريقه، لان انا طريقتي ان انا بقشر البرتقال واحطها في طبق في البيض اللي انا حاسه ان انا عايزه اعطرها، او بعطر بالبخور اللي هو عيدان البخور، او البخور اللي هو عيدان او فحم. تاني طريقه بقى بنستخدمها بعد البرتقال والليمون. طبعا انا ليمون خلصان عندي فما جبتش ليمون اوريه لكم فبوريتكم البرتقال. انما الطريقه التانيه هي انك تولعي فرن البوتاجاز، تسخنيها، وبعد كده ترشي فانيليا وتطفي الفرن وتقفليها، هتلاقي ريحه الشقه كلها بقت فانيليا. الفانيليا جميله يا جماعه. انما المعطرات اللي هي بتشتريها من بره اول حاجه فيها كيماوي، ف... فبتعمل حساسيه في الصدر او بتخنق. بصراحه انا ما بستحملهاش، وعندي ابو يوسف صراحه عنده حساسيه فما بيستحملهاش. فانا بحب اجيب اللي هي المعطرات الطبيعيه اللي هي برتقال، ليمون، فانيليا. في ناس يعني في طرق كثيره للتعطير تستخدميها من غير ما تأذي نفسك وفي نفس الوقت تدبري نفسك بيها او توفري في الميزانيه. يبقى كده احنا هنا وفرنا في المنظفات،
اول حاجه وفرت في الشهريه. تاني حاجه اشتريت حاجات بتأدي الغرض وفي نفس الوقت بتنظف، وفي نفس الوقت برضو بتوفر في الفلوس. وبتقعد ما يعني ما بتخلصش بسرعه. اما بالنسبه للحمام طبعا انا ساعات بستخدم اللي هو المسحوق ده برضو في غسيل الحمام، وساعات بشتري البريل، بس البريل الفلت اللي هو بنشتريه من بتاع المساحيق او بتاع المنظفات. دي طريقتي يا جماعه، والله انا بستخدم الطريقه دي ووفرت معايا كتير في الشهريه. شوفوها وجربوها وان شاء الله هتدعولي. ان شاء الله هتدعولي بجد يعني ان شاء الله. دي بالنسبه للتعطيل اللي ازاي توفري في الشهريه. وكمان ممكن تشتري ديتول يعني في ناس ما بتحبش تستغنى عن الديتول، فممكن تشتري، انا كنت بشتري بس حاليا خلصان من عندي برضو، اللي هو برضو الديتول الفلت. والله دي نفس الريحه يا جماعه بتاعت الغالي. فكده انت هتوفري في الميزانيه، وان شاء الله الشهريه لو قسمتيها هتظبط معاكي. دي كانت طريقتي في تظبيط الشهريه او تظبيط الشهر يعني. لو عجبتكم الطريقه اكتبوا لي، ولو عايزين اكمل اوريكم ازاي انا بظبط في الاكل وفي الشرب ويعني ازاي بخلي الشهريه الحمد لله تكفيني ان شاء الله. اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله نكمل. دي كانت طريقتي في التوفير. وفري ودبري وان شاء الله